ليلة سعيدة على الاتحاد السكندري في كل الأجواء. الاتحاد بيفوز على طلائع الجيش وبيصعد للنقطة 32 في سباق الهروب من الهبوط. الاتحاد فاز على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، لكن الاتحاد برضه بيفوز على الأهلي في كرة السلة وبيرجع للبطولة من جديد في دوري السوبر. الاتحاد بيفوز بنتيجة 91-80 بفرق 11 نقطة. الاتحاد كان مستحوذ على الشوط الأول والتاني بالكامل، وجي الأهلي في الشوط الثالث برومونتادا فرق 20 نقطة وبيتقدم على الاتحاد بفرق 5 نقاط. الأهلي بدأ يتدلع واللاعيبة حست إن المباراة بقت في إيديها. الاتحاد في نفس الوقت كان بدأ يستسلم. اول ما لقى فيه رعونه من لعيبه النادي الاهلي رجع للقاء بثلاثيات، اكتر من 3 ثلاثيات رجعته اللقاء وبدا يتقدم، واي كوره بيسددها على الباسكت بتروح بكل سهوله، عكس الاهلي كانت الدنيا قربت معاه. الاهلي 2 الاتحاد 1، ولقاء بعد الغد هو اللقاء الحاسم. هل الاهلي يحسمها وينهيها في صالة حسن مصطفى، ولا الاتحاد يعود بالرومنتادا ويقلب الموازين والكل يتقابل في الختام في برج العرب؟ بالتوفيق للنادي الاهلي، يا ريت ما يبقاش فيه مرعونه تانية في المباراه القادمه. تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اكون شاكر ليكم، تحياتي، سلام عليكم.